قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائز بشخصية العام 2011. أعزائي موظفي فندق شرطة القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الأربعاء الموافق 6/4/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع السيد الأستاذ الموقر والمحبوب والكبير صلاح ربيع أحمد المصري، موظف سابق بإدارة الحسابات بفندق شرطة القاهرة والفائز بشخصية العام 2011. بداية دعني أرحب بحضرتك وأهنئك بثقة زملائك ولجنة التحكيم الموقرة بك ومنحك الشرف. أستاذ صلاح، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ولرئاسة تحريرها؟ وكلمة توجهها أيضا لإدارة فندق شرطة القاهرة. أنا بقول قلب الحدث والقائمين على قلب الحدث، أنا متشكر جدا جدا لاهتمامكم مش بيا وبس، لا بكل العاملين اللي موجودين في الفندق، وتقديرا لكل العاملين بالفندق. يعني انتوا فعلا عاملين قلب الحدث دي عشان تحسس الناس باهتمام اللجنة النقابية او بمجلة قلب الحدث، بالموظف نفسه ان هو ليه اهتمام وليه قيمة. وانا بشكركم، وانا بشكركم جميعا، وبشكر الاستاذ كامل هابيل، بشكر الاستاذ محمد اسماعيل، بشكر السيد رئيس النقابه الاستاذ ابراهيم علي، الحاج ابراهيم علي، ربنا يشفيه يا رب ويخرجه بالسلامه، وكل اللجنه النقابيه انا بشكرها على تقديرها الجميل ده ليا ولكل موظفين شيراتون القاهره الاجلاء الموجودين والراحلين والسابقين بلا معاش. أستاذ صلاح، كلمة توجهها لجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة، والتي كانت مكونة من أكثر من 160 حكم سنختصرهم من 30 حكم صوتوا لصالحك بالتزكية لمنحك الشخصية المثالية. سيد الأستاذ أحمد محمد ندى قسم العادة الطبية، سيد الأستاذة إلهام عبد العزيز قسم العادة الطبية، سيد الأستاذ علاء الدين أمين إدارة الحفلات، سيد الأستاذ علي السايح إدارة تغذية المشروبات، سيد الأستاذ محمد فؤاد عبد النبي قسم المغسلة، سيد الأستاذ حامد مصطفى قسم كافتيريا العاملين، سيد الاستاذ ماهر ميخائيل اداره تغذيه المشروبات، سيد الاستاذ محمد عبده قسم الامن، سيد الاستاذ سعيد بكر سليمان قسم التجهيز والتحضير، سيد الاستاذ اشرف نعيم الفنان غني عن التعريف، سيد الاستاذ مجدي صابر قسم المطبخ، سيد الاستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، سيد الاستاذه مديحه حسين قسم خدمه الغرف، سيد الاستاذ اشرف مرسي قسم الحسابات، سيد الاستاذ حسن عبد الهادي اداره تغذيه المشروبات، سيد الاستاذ هاني اوراني قسم البلمن، سيد الاستاذ محمود مختار اداره تغذيه المشروبات، سيد الاستاذ بهاء السيد اداره حسابات الريسيفنج، سيد الاستاذ هشام صالح ممثل فندق مطار القاهره، سيد الاستاذ صباح احمد علي قسم الكازينو، سيد الاستاذ زكريا الشناوي قسم الهندسه، سيد الاستاذ فادي محب قسم البارات، سيد الاستاذ صالح محمد صالح اداره الموارد البشريه، سيد الاستاذ جمال الدين بدر الدين قسم مكاتب الامنيه، سيد الاستاذ عزة السيد قسم الاشراف الداخلي، سيد الاستاذ نادي يقيم قسم الكازينو، سيد الاستاذه جيهان ربيع قسم المغسله. كلمه توجهها للجنه الحكم اللي شرفت باختيار سيادتك. بشكركم جميعا وربنا يوفقكم جميعا، وانا يعني بتوجه بالشكر لكل الناس. أستاذ صلاح، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أنا بهديها لكل أحبائي وكل أصحابي وكل موظفين شيراتون المحترمين. وماذا تعني لك رغم بساطتها؟ لا، بتعني معنى كبير قوي، معناها معنى كبير تقديرا معنويا، تقديرها كبير قوي 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 قوي. أستاذ صلاح، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراساتهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق. بداية كلمنا عن أمنياتك. الحمد لله أنا موفق في شغل خارج الفندق بإدارة مالية موحدة ليا، وولادي موفقين الحمد لله. وبرضه في كلمنا عن أسرتك، ولادك مكونين مين وأسمائهم؟ عندي بنتي متزوجة وعندها 3 بنات، وعندي ابني قول اسمها كرمها يعني ام حنين وام ندى وام لمار. واولادك دول ولاد بنتي. عندي محمد في سبوتير الجزيره، في ريسبشن سبوتير الجزيره، ومتزوج وعنده ولد وبنت، ادم وحنين الله يخليك. وعندي سامح في مطار الكويت مضيف ارضي، وعندي كريم اخر سنه السنه دي في الجيش، خلص الجيش وده لسه بندور له على وظيفه. ربنا يكرمك. الحمد لله موفقين ونحمد الله على ما ربنا يكرمك. يعطينا. استاذ صلاح، تكريما وتخليدا لموظفي الفندق شيراتون القاهره السابقين والراحلين، اذكر 2 من موظفي الفندق سواء راحلين
او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم ويدعو لهم بالسلامه وطول العمر، او يدعو لهم بالرحمه. ذكرنا موظفين سواء حاليين او راحلين. والله الراحلين الاستاذ محمود صبري رحمه الله عليه، الاستاذ الموجودين دلوقتي محمد عبد المعطي، مدام عبير فهمي، مدام شيرين الفونس، من اجدع الناس وانظف الناس فيك يا شيراتون. هاتين النسوتين عبير فهمي وشيرين الفونس، استاذ محمد عبد المعطي، استاذ محمد عبد المنعم، دول من الناس المحترمين جدا في شيراتون القاهره. استاذ صلاح علق بالصواب او بالخطأ على الحكم والاقوال المأثورة الآتية: من يحب الشجرة يحب اغصانها. صحيح. صحيح طبعا. استاذ صلاح الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. نعم. استاذ صلاح اذا بلغت القمة فانظر للسفح لترى من ساعدك في الوصول اليها. صحيح. صحيح. استاذ صلاح احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة. نعم. استاذ صلاح عندما يمشي الكسل في الطريق فلا بد ان يلحق به الفقر. نعم. استاذ صلاح اذا اردت ان تقيس درجة تخلف شعب فقم بقياس مدى سرعة انتشار الاشاعة في اوساط مواطنيه. نعم. في نهاية الحوار اتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، واتمنى كل الخير والتقدم لفندق شيراتون القاهرة العظيم ادارة ونقابة موظفين، واتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظف الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة شعرية نقولها في نهاية الحوار: يا فاعل الخير مع من لا يقدره، قواقد الشمع في دار العميان، اصنع المعروف في اهله ولا يخدعنك لسان الجبان. كم من شريف تعفف تعفف رغم ما به من حرمان. مع خالص حياتي كامل هبيل، محمد اسماعيل، رئاسة هيئة الحج العالمية.